السينما الكردية. الأفلام السينمائية لشعب ما هي السفير الثقافي والاجتماعي لذلك الشعب. عن طريقها تتعرف بقية الشعوب على ثقافة وعادات ومعاناة ذلك الشعب، والشعب الكردي بحاجة ماسة إلى أفلام سينمائية على مستوى عال من التمثيل والتقنية. هنا قرأت على موقع الجزيرة نت تقريرا عن الأفلام الكردية. يقول ناظم كاكائي من هولير: شارك مخرجون كرد بالعديد من الأفلام السينمائية خلال السنوات الأخيرة في مهرجانات دولية، حصد بعضها جوائز تقديرية، بالرغم من أن عدد الأفلام المنتجة سواء داخل الإقليم أو خارجه ليس كثيرا، والسينما الكردية بشكل عام غائبة عن دور العرض السينمائي. أما المخرج السينمائي حسين سيودين، وهو أستاذ في أكاديمية السينما بهولير، يؤكد بأن هناك تقدم في السينما الكردية على المستوى العالمي، وأن الكثير من المخرجين والفنانين الكرد يتلقون دعوات للمشاركة في مهرجانات دولية، أحيانا كمراقبين وأحيانا بإنتاجهم السينمائي. ويضيف حسين سيودين: الأفلام الكردية بالرغم من مشاركتها في المهرجانات فهي غائبة عن دور العرض المحلية والإقليمية والعالمية، على عكس الأفلام الإيرانية والتركية والعربية التي لها صداها في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة الدعم الحكومي وتخصيص ميزانية كبيرة من قبل إقليم كردستان للسينما، كونها مرآة الشعوب وخاصة بالنسبة للشعب الكردي. فهو أي الشعب الكردي بحاجة إلى إيصال رسالته إلى العالم، والسينما أفضل وسيلة لذلك. أما المخرج السينمائي الشاب إياد جبار فيرى أن هنالك مبالغة في أعداد الأفلام الكردية التي شاركت في المهرجانات العالمية، مشددا على أن العبرة ليست بالمشاركة بل برصد جوائز، أو على الأقل محاولة انتشار السينما الكردية عن طريق تلك المهرجانات. وهو يرى أن هذا لم يحصل سوى لعدد قليل من الأفلام. ويقول إياد جبار إن الأفلام التي تشارك في المهرجانات هي نفسها في كل مرة ولنفس المخرجين، وبعضهم غير كردي، وأحيانا تقدم باسم السينما الإيرانية أو التركية، كما أن هناك أفلاما تشارك بدعم حكومي عن طريق وزارة الثقافة في إقليم كردستان. انتقد إياد جبار سياسة القائمين على دعم السينما في كردستان العراق، لأنهم لا ينظرون إلى هذا الموضوع بجدية، بل يدعمون عددا معينا من المخرجين ويهملون الباقين. هذا ما يقوله إياد جبار. نتساءل: هل القادم أفضل؟ يقول سربست عثمان، وهو مصور ومونيتير: الأفلام الكردية التي حصلت على جوائز في المهرجانات الدولية لها علاقة بالواقع السياسي من ناحية القصة والأحداث، والسينما الآن أصبحت تدرس أكاديميا في معاهد وجامعات إقليم كردستان، وربما سيخرج للساحة الفنية مستقبلا العديد من المخرجين والفنيين، وذلك يحتاج إلى منتجين خارج المؤسسة الحكومية، كما يحتاج إلى موزعين لجميع أنحاء العالم، كي تكون هناك إيرادات إلى جانب إيصال الفكرة والهدف من قصة الفيلم إلى المتلقي من باقي الشعوب. كما نوه عثمان إلى ضرورة اعتماد الدبلجة الصوتية إلى لغات عالمية لتحقق سرعة الانتشار الشعبي العالمي، وليست المشاركة في مهرجانات خاصة بنخبة معينة فقط. انتهى كلامه، أي كلام عثمان.
هنا نستطيع القول أن فيلم الطريق للمخرج الراحل يلماز غوناي، وهو من شمال كردستان بين قوسين تركيا، والذي حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان في العام 1982، أن هذا الفيلم كان البداية الحقيقية للسينما الكردية. الانتشار الحقيقي للسينما الكردية نحو العالمية في مطلع القرن 21 جاء على يد المخرج بهمن قوبادي، الذي اصطلح النقاد على تسمية أفلامه بسينما الاحتجاج الهادئ، والمخرج حسن علي محمود، الذي قدم أشهر الأفلام الكردية، وهي حي الفزاعات وشيرين، والمخرج هنر سليم أيضا. ومن ثم حصول الفيلم الروائي الطويل ضربة البداية للمخرج شوكت أمين كوركي على عدد من الجوائز، منها مهرجان أبو ظبي. هناك مقال في موقع عربي 21 بعنوان السينما الكردية بداية متأخرة تستلهم التراث. المقال نشر في العام 2014 ويقول: عبر إصدار كتاب بعنوان السينما الكردية، احتفت الدورة 36 من مهرجان القاهرة السينمائي بالسينما الأكراد، ربما في تعويض جزئي لعجز المهرجان عن استضافتهم كضيف الشرف بعد أن حالت حرب داعش دون وصول فناني الكرد وأعمالهم الفنية. يناقش الكتاب الذي جاء في 15 فصلا بداية هذه الصناعة التي ولدت متعثرة إلى أن ازدهرت، مستعرضا أهم المبدعين الذين شكلت أعمالهم نقلات نوعية في هذه الصناعة الثقافية. الكتاب للكاتب السوداني إبراهيم الحاج عبدي. أيضا يعتبر الكاتب أن فيلم الطريق للراحل يلماز غوناي كان البداية الحقيقية للسينما الكردية، وأن وصول فيلم كردي لمنصة تتويج مهرجان سينمائي من أرفع مهرجانات العالم فتح عيون النخبة الكردية على سحر الفن السابع، خاصة أن مخرج الفيلم قدم عملا مثقلا بالهموم والهواجس التي كانت تشغل بال الكردي آنذاك. شرع الكرد في استخدام اللغة البصرية، فانهمكوا في ترجمة كل مهاراتهم وإبداعاتهم لأعمال سينمائية معتمدين على تراثهم الثري بقصص الحب واللوعة والبطولة والشجاعة، فتحقق للسينما الكردية حضور لافت في العقدين الأخيرين. جاء هذا الحضور اللافت خاصة مع تنامي اهتمام شركات الإنتاج الأوروبية بتمويل الأفلام الكردية ثقة في نجاحها، ومن ثم مساهمة إقليم كردستان العراق في تمويل بعض الأفلام، لتكون النتيجة هي أن الفيلم الكردي لا يغيب عن أي مناسبة سينمائية دولية، وقلما يخرج من المنافسة دون أن ينتزع جائزة تخلده. يقول الحاج عبدي إن بدايات السينما الكردية تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، تحديداً عقب الثورة البلشفية في العام 1917، حينما بدأ السينمائيون السوفيات بتأسيس سينماهم القومية، وفي مقدمة هؤلاء المخرج أموبيك نيزاريان، الذي قدم أول فيلم عن الكرد بعنوان زاريا. ثم توقف الإنتاج السينمائي الكردي لمدة نصف قرن قبل أن تظهر 3 أفلام وثائقية بعنوان أكراد أرمينيا السوفيتية ونحن أمويون ونحن كرد، لتدب الروح من جديد في جسد السينما الكردية. وفقا للكاتب، فإنه في التسعينيات بعد استقرار إقليم كردستان حدثت انطلاقة للسينما الكردية نتيجة
ازدهار الصحافة والفضائيات في الإقليم. وأشار الكاتب إلى عامل آخر ساهم في نهضة السينما الكردية، وهو التطور التكنولوجي الهائل الذي مكن السينمائيين من إنتاج الأفلام بأساليب بعيدة عن الإمكانيات الضخمة. إذن هنا نستخلص من كل ما تقدم ما يلي: أن السينما الكردية بحاجة إلى: أولاً، معاهد وجامعات لتدريس الفن وعن طريق المتخصصين. ثانياً، إلى إمكانيات مادية كبيرة. ثالثاً، دعم أكثر من قبل حكومة الإقليم. رابعاً، ترجمة الأفلام الكردية إلى اللغات العالمية، والأفضل هو الدبلجة الصوتية لهذه الأفلام من أجل الانتشار الواسع في جميع أنحاء العالم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وقد أخذتم بعض المعلومات من هذه الحلقة عن السينما الكردية. شكرا لكم ودمتم بخير.